السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم في موضوع من اهم المواضيع، وهو تعدد الشغف. لو انت شخص متعدد الشغف كمل الفيديو ده للآخر. بس لو انت ما تعرفش انت متعدد الشغف ولا لأ، فانا هقولك دلوقتي هل انت متعدد الشغف ولا لأ. صفات متعدد الشغف ان هو دايما بيكون عايز يتعلم كل حاجة، عايز يتعلم اي حاجة يسمع عنها، اي مجال يسمع عنه عايز يدخله وعايز يتعلمه. ودايما عنده اهداف وطموحات كبيرة عايز يحققها، وما عندوش سقف حرفيا، ومش متخصص في مجال معين. دايما عنده فكرة عن كل مجال حرفيا. لو انت شخص عادي ومش متعدد الشغف، ازاي تعرف شغفك؟ بانك تجرب. موضوعك سهل، مجرد انك تجرب في كل مجال يقابلك. افضل جرب، افضل جرب لحد ما تلاقي شغفك. افضل جرب في كل مجال يقابلك لحد ما تلاقي الحاجة اللي انت بتحبها. اول ما تلاقي حاجة انت بتعملها بأقل مجهود وبتطلع فيها اعلى النتائج وانت كمان مبسوط، دي فعلا شغفك. دي الحاجة اللي انت هتنفع فيها. دي الموهبة بتاعتك. لكن بقى لو انت شخص متعدد الشغف، ما ينفعش تروح لأي حد تقوله أنا نفسي أعرف إيه شغفي، أنا شغفي في كل المجالات، أنا عايز أتعلم كل المجالات والناس أصلا معظم الناس ما تعرفش يعني إيه تعدد الشغف. فأنت ما ينفعش تروح تسأل أي حد وخلاص. أنا شخص متعدد الشغف، فما تعملش زي وأنا صغير كنت أروح أسأل الناس، أقول لهم أنا حاسس إن أنا عايز أتعلم كل حاجة، عايز أتعلم كل المجالات، حاسس إن أنا مش قادر أتخصص في مجال معين. كانت الناس كلها تقول لي انت لازم تتخصص في مجال معين، لازم يبقى ليك مجال معين شغال عليه وتطور نفسك فيه لحد ما تجيب اخره. فاي حد هتسأله لو انت متعدد الشغف هيقولك لا مش هينفع، لو انت عندك كذا شغف كده انت مش هتنجح. بالعكس، ده معظم 90% من الناجحين في العالم حرفيا كلهم متعددين الشغف. منهم ايلون ماسك وجيف بيزوس وناس كتيرة قوي ناجحين على مستوى العالم وهم متعددين الشغف. لو انت شخص متعدد الشغف ومعرفتش تستثمر المهارات اللي عندك وتجمعهم مع بعض، تربطهم مع بعض وتعمل حاجة كبيرة وحاجة عظيمة، حرفيا انت مش هتعرف تتعامل، لا هتعرف تشتغل في شركات ولا هتعرف تشتغل في حتة، لان الشركات بتحب الناس المتخصصة. افضل شخص ممكن تقابله حرفيا الشخص اللي هو متعدد الشغف ده، لان هو كل حاجة عايز يتعلمها وعنده استيعاب ان هو يشتغل على اي مجال، وعنده استيعاب ان هو يشتغل على كذا مجال مع بعض. بس للأسف المجتمع والشركات ما بيحبوش الشخص ده، لان هم عايزين شخص بيعمل حاجة معينة بس متخصص في حاجة، مش عايزين شخص بيعرف يعمل كل حاجة. حرفيا لما كنت صغير ما كنتش اعرف اي حاجة عن تعدد الشغف، وكنت بحاول ان انا كنت بحس ان انا متوتر معظم الوقت، وعايز اخش في كل المجالات وعايز اتعلم كل المجالات ومش عارف ابدأ في ايه ولا ايه، وعندي فكرة حرفيا عن كل المجالات واعرف اتعامل، واي مجال بخشه بتطور فيه بسرعة. كانت الناس كلها تقول لي يا ابني ما ينفعش يبقى عندك كذا شغف، لازم تركز على حاجة معينة. وانا اقول لهم لا، انا ما اعرفش اركز على حاجة واحدة، انا عايز اتعلم ده وعايز اتعلم ده وعايز اتعلم ده. فصدقني الحاجات دي لو فيك انت ولو انت شخص متعدد الشغف، دي حاجة جميلة مش حاجة وحشة، حاجة كويسة جدا. وركز في النصائح اللي انا هقولك عليها دي. لو عايز تعرف ايه شغلانة الراجل متعدد الشغف، شغلانته هي إدارة الأعمال حرفيا. إدارة الأعمال، مش شغلانته إن هو يشتغل عند الناس، ولا شغلانته إن هو يشتغل من 9 ل5. لا، شغلانته إن هو يفتح مشروعه الخاص. حرفيا لازم يفتح مشروعه الخاص، لأن هو بالتأكيد هينجح إن شاء الله. فلو أنت عندك كذا شغف أو كذا مجال عايز تبدأ فيهم، تجيب ورقة وتكتب مثلا 20 مجال أنت عايز تبدأ فيهم، أو 20 مهارة أنت عايز تتعلمهم. وبعد كده تكتب أهم 5 مهارات فيهم لازم تتعلمهم، إيه الأولويات. بعد ما تاخد ال5 مهارات وتتعلم مثلا واحدة خلصت فيهم، تقوم مبدل واحدة تانية من ال20 وهكذا لحد ما تخلص. حرفيا لو انت شخص متعدد الشغف انت لازم تهتم بنفسك. انت حرفيا من أحسن الناس في العالم،
الشخص متعدد الشغف ده عنده حصيلة معرفية بأي مجال حرفيا، وأي مجال بيخشه بيقدر يتعلمه بأسهل سهولة وبأسرع سرعة. وبعدين الراجل متعدد الشغف ده لا يمكن استبداله بالذكاء الاصطناعي أصلا. الشخص المتخصص في حاجة معينة الذكاء الاصطناعي ممكن ياخد مكانه عادي، لكن الشخص متعدد الشغف استحالة الذكاء الاصطناعي ياخد مكانه، لأن هو بيفكر خارج الصندوق. الفترة اللي فاتت دي في موظفين كتيرة أوي تم استبدالهم بالذكاء الاصطناعي، لكن الشخص متعدد الشغف ده في حتة تاني حرفيا. بس انت ما ينفعش تسيب نفسك كده من غير ما تهتم بنفسك وتهتم بمهاراتك. وبكده تكون الحلقة خلصت، وهعمل لكم جزء تاني ان شاء الله عن تعدد الشغف. لو الحلقة عجبتك متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.